جلس معها يوم الخطوبة فقالت له: اسمع يا ابن الناس، من غشنا فليس منا، وأنا لن أحتمل ذنبك يوما آخر، سأخبرك الحقيقة. قال لها: ماذا هناك؟ خير. قالت له: كل الكلام الذي سمعته من والدي بأنني رقيقة وصوتي خافت ونشط كله فقط مجاملة، ولا يغرك هذا الفستان الذي ارتديه، وهذا الكعب العالي الذي أجبروني على لبسه، وهذه اللوحة الزيتية التي في وجهي. أنا يا سيدي كسولة، وأنهض إلا عندما تصيح أمي بقوة ويصيح الجيران معها منزعجين. شعري غزير فيكون مجعدا في الصباح تماما مثل شخص لسعته الكهرباء. أول ما أفتح عيناي أقول: أين فطور الصباح؟ طبعا أنت لا ترى بطني الآن، هذا لأن أمي شدتها بمشد من تحت الثياب، ولا يسمونني المؤدبة كما أخبرك أبي، بل يسمونني في البيت لصة الجبن. أما عن كل الأكلات التي قالت لك أمي أني أطبخها، ربما كنت قد طبختها في الحلم. يا صديقي، أنا لو نجحت في كسر البيضة إلى نصفين لقفزت في مكاني. لا أفهم بأدوات الزينة ولا بماركات الثياب، وأحب أن ارتدي بيجامة أبي في البيت، هي واسعة ومريحة وفيها عدة جيوب فأخبئ فيها الحلوى. كما أنني لن أتمكن من احتضانك بعد الزواج عندما ننام، لأن دبدوبي كرومبو لا أنام بدون أن أحتضنه وأنا أعرفه من 6 سنوات، يعني أكثر منك بكثير.